يعني إيه أصلًا إخلاص؟ يعني تعمل العمل أيًا كان شكل العمل ده أو حيثياته، عبادة أو حتى شغل أو حتى لو معاملة مع الناس، ونيتك وقصدك ده هو رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإن العمل بتاعك ده خالص تمامًا لله. والمقصد من كلامي ده إن إحنا ممكن نغفل في المعاملة عن حاجة. أنا مثلًا هاعامل ابني، فباعامل ابني كويس علشان أنا باحب ابني. طب ما تيجي نعملها بمعادلة تانية أو بمنظور تاني، في مكسب أكبر لينا. إيه رأيك لما أنا أعامل ابني معاملة كويسة علشان خاطر ربنا أمرني أصلًا إن أنا أعامله معاملة كويسة، فأقوم أنا أبقى كسبت ابني وأبقى كسبت رضا ربنا سبحانه وتعالى. وصلت بيك الفلسفة بتاعة المعاملات ممكن تبقى بسيطة أوي إزاي، وتاخدها في صالحك وتبقى بونت في الميزان بتاعك يوم القيامة. بتبقى بتعمل العمل ده وأنت بتبتغي وجه ربنا سبحانه وتعالى ورضاه فقط لا غير، دون أي شيء آخر جنب رضا ربنا.